هاي معاكم شيلة. الملخص النهاردة لعشاق الكيبوب، وبما اني بتابع كيبوب من وانا صغيرة لحد دلوقتي قررت اشارككم فيلم خفيف مليان اكشن وانوثة وشياطين، بنات بيغنوا وبيرقصوا على المسرح الصبح وبيطاردوا الشياطين بالليل. بس الصراحة الملخص ده انا عاملاه تحت تهديد السلاح، مش بارادتي خالص. اختي سيا اجبرتني الخصه، يعني الخصه لا تخلص هي عليا، وطبعا انتوا عارفين هي تتجنن عني ليه، عشان هذا الشيطان الوسيم اللي خطف قلبها. استعدوا عشان تعيشوا معايا القصة وتشوفوا ازاي يتحول الكيبوب من اغاني لحرب ضد الظلام. ويلا بينا نبدأ الملخص. في زمن قديم كانت الشياطين دايما بتطارد البشر وبيسرقوا ارواح البشر دول وبينقلوا القوه بتاعت الارواح للملك بتاعهم اللي اسمه كيما. بس وقتها ظهرت بطلات قاموا يدافعوا عن البشر ووهبوا اصواتهم عشان يطردوا الشر ده، وكانوا بيغنوا اغاني عن الشجاعه والامل. بس الصيادات ما كانوش مجرد محاربات، موسيقاهم كانت بتصحي الارواح وبتوحد القلوب. ومن الترابط ده قدروا يصنعوا درع يحمي عالم البشر اسمه هونومون. كل جيل بيتم اختيار 3 جداد من الصيادات عشان يؤدوا أعظم مهمة، يصنعوا درع قوي جدا مفيش حاجة تقدر تخترقه، درع يمنع الشياطين وكيما إنهم يدخلوا العالم بتاع البشر للأبد. وعشان يمنعوا الشياطين وكيما إنهم يدخلوا عالم البشر للأبد لازم يوصلوا لحاجة اسمها الهونومن الذهبي. وبيجي دور الجيل الجديد من الصيادات اللي على كتفهم مسؤولية إنهم يوصلوا للهونومن الذهبي بصوتهم وبأغانيهم. واسم الفرقة هانتريكس، وبيكون عندهم جولة عالمية والكل متحمس يشوفهم ويسمع أغانيهم. الدنيا مقلوبة عليهم والناس من كل حتة مستنية اللحظة اللي هيطلعوا فيها على المسرح. ويلا بينا نعرف مين هم عضوات الفرقة دي. أول واحدة معانا هي ميرا، رمز الجمال ونجمة الرقص. كانت دايما المختلفة في عيلتها من وهي صغيرة، من غيرها يقدر يلبس كيس نوم في عرض ال100 جالة ويطلع حلو ويخطف أضواء الكاميرات. دي بنت دماغها غير، والمثل بيقول امشي عدل يحتار عدوك فيك. وهي مش بس ماشية عدل، دي بترقص عدل. تاني عضوة معانا زوي، مغنية الراب والمؤلفة اللي نشأت في أمريكا. أصغرهم بس دمها سكر والكل بيحبها، بس لما بتمسك المايك وتغني راب بتتحول لقطة شرسة زي القطر لما ينطلق مش بيوقفوا حد. عندها الكلام بيقطع زي السيف بس قلبها أبيض زي اللبن. تالت عضوة معانا رومي، بنت من سلالة فنية، مامتها كانت نجمة بوب ومعروفة. كانت عضوة في فرقة اسمها Sunlight Sisters، بس للأسف مامة رومي ماتت وهي صغيرة. وساعتها سيلين المديرة بتاعتهم قررت إنها تربيها بإيديها وعملت فرقة هانتريكس مخصوص عشانها، وهي المغنية الرئيسية للفرقة. وورا الكواليس بنلاقي مدير أعمالهم بوبي ماشي يشيك على كل حاجة، عينه في وسط راسه وبيعد الدقايق وبيسأل هما وصلوا ولا لأ. وفجأة بيفتح الموبايل بتاعه وبيبص على مكان الطيارة، يلاقيها ماشية في طريق تاني خالص بعيد عن مكان الحفلة. ساعتها وشه قلب ألوان وحس ان الضغط والسكر اتخانقوا جواه خلاص، وخلاص هيتجنن منهم. اما البنات بقى على الطياره ولا هم هنا، قاعدين عاملين حفله عشان الاكل، كل واحده معاها طبق قد كوكب زحل بياكلوا كانهم طالعين من مجاعه، ولا كان حد قال لهم ان الطياره تتحول لمطعم 5 نجوم. وهناك ما تشوف الا النور، قاعدين يضحكوا وياكلوا ويطلبوا طلبات زياده كانها عزومه رمضان، وبيقولوا احنا كده كده هنحرق في الحفله. بوبي بقى بيتصل بيهم وبيقطع لحظاتهم السعيده مع الاكل. انتوا بتعملوا ايه كده يا حلوين؟ احنا بس ناكل راميون قبل الحفلة، حاجة بسيطة كده تدينا طاقة. وبوبي مدير أعمال أهطل لدرجة إن المعجبين بياخدوا الموبايل منه وبيتكلموا معاهم مكانه. طيب انتوا اتأخرتوا ليه؟ أنا شايف إن الطيارة ماشية عكس مكان الحفلة، في 50,000 معجب مستنيكم والحفلة خلاص هتبدأ. لما بيبصوا على الشباك بيحسوا إن في حاجة غلط، ولما يبصوا على صف الطيارة بيحسوا إنهم مش بشر عاديين لأن تصرفاتهم عبيطة خالص. رومي بتقوله اهدى يا بوبي، 3 دقايق بس ونكون عندك. وهم كل اللي على بالهم ان تم قطع لحظاتهم السعيده مع الرامين والسناكس. وبيطلع بقى الاستاف ده شياطين، وبيبداوا البنات يغنوا ويحاربوا الشياطين دي، وبيقدروا يوصلوا للحفله في الوقت المناسب وبيكسروا الدنيا خالص. وبنلاقي واحد من الشياطين دي قدر يهرب للعالم بتاعه وماشي خايف من الملك كيما بتاعهم، وبيقول له دعني اخمن، قدروا يهربوا تاني صح؟ للأسف الصيادات أقوياء جدا يا سيدي. أنا متفهم بجد، أنت متفهم؟ أنا متفهم إنكم ضعفاء ومثيرين للشفقة وعديم النفع. الكلام ده كله أنتوا مش عارفين أيها الحمقى. ومجرد إن الصيادات تحول هونومون إلى هونومون الذهبي أمرنا هينتهي للأبد. يظهر واحد من الشياطين وبيغني لهم أغنية: في قديم الزمن عاش ملك شيطاني عظيم. يا ريت توقفوني لو القصة متكررة. كان يملك السيطرة الكاملة واتغذى على الأرواح وارتجفت الأرض حين كان يزأر. بس بعد الصيادات أنشدنا بعض الأغاني فلم يعد يعرف سوى الجوع وبات مجرد همسة في الظلام. وبيبدأ بقى يغنيها كأغنية. فكيما بيقول له هو أنت بتتمسخر عليا؟
لا خالص، انا بس واقف قدامك عشان اساعدك. وبيطلب من كيما ان هو لا يتخلص من الصيادات دول. حان الوقت اننا نحط استراتيجية جديدة، نهاجم الصيادات في مكان ما يخطرش على بالهم، نستهدف الطاقة اللي بتدي درع هنومون قوته. من الاخر هنستهدف المعجبين. يا جماعة حد يقول لي ده ازاي شيطان؟ اوسم شيطان اشوفه في حياتي، دي نظرة واحدة منه اللي بيت الجو كله. ده لو كل الشياطين كده انا اول واحدة اروح الجحيم برجلي. من الاخر بيقترح عليه انهم يبقوا فرقة شبابية شيطانية، فكيما والشياطين بيضحكوا عليهم. ايه اللي يخليك تفتكر ان خطتك دي هتنجح؟ في ثانية وبلا اي مقدمة بيغيروا شكلهم كأنهم يعملوا ترانسفورم، وبيطلعوا اجمل شباب ممكن حد يشوفهم في حياته. جمال يخطف العين وكاريزما تملى المكان، كأنك بتتفرج على فرقة كيبوب خارجة من الجحيم. المعجبين البنات لو شافوهم هيصرخوا من كتر الهبة والوسامة. كيما بيقول له اوكي انا عارفك يا جينو من 400 سنة، انت ما عملتش اي حاجة خالص فيهم الا الحاجات اللي تخدم مصلحتك. يا ترى انت عاوز ايه في المقابل؟ انا عاوز انك تمحي ذكرياتي. يا ترى ايه قصة جينو وليه هو حزين؟ هنعرف بعدين. وفي مشهد تاني بنلاقي البنات خلصوا الحفلة وخلاص مصدقوا ياخدوا اجازة اسبوعين، وقلة صنعة ومرعت واكل طول اليوم. قرر رومي انها تنزل اغنيتهم الجديدة جولدن في اول يوم اجازة ليهم، وطبعا زوي وميرا عاوزين ياكلوها اكل بسبب انها نزلت الاغنية من غير ما تقول لهم، وهم يا عيني نفسهم يشموا نفسهم. والعرض الترويجي بقى للاغنية مفروض يكون في نفس اليوم اللي هم هيرتاحوا فيه. وبوبي بيدخل عليهم وبيقول لهم الاغنية الجديدة اكتسحت المخططات الموسيقية وحققت نجاح باهر. وهم بيستعدوا للعرض الترويجي للاغنية بنلاقي رومي واقفة لوحدها بتغني وحزينة، ولما بتشيل الهدوم من على كتفها بنلاقي علامات زي العلامات الموجودة على الشياطين. وطبعا هي دايما لابسة هدوم بكم طويل عشان تخبيها. يا ترى اصحابها في الفرقة عارفين؟ وهل هي فعلا شيطان؟ وازاي بقت صيادة؟ هنعرف دلوقتي. وفي نص التدريب للعرض المباشر اللي هيبدأ كمان 10 دقايق رومي صوتها بيروح فجأة، بتقول لهم انا اسفة ممكن نجرب تاني؟ وبرده نفس الحكاية صوتها بيروح تاني، انا بس محتاجة استراحة 5 دقايق وجاية تاني. رومي لما بتقف وتبص قدام المراية بتلاقي نقوش الشياطين زادت في جسمها، وتقريبا ده ليه علاقة بصوتها. رومي اترعبت وسابت العرض وطلعت تجري. ونرجع بفلاش باك ورومي وهي صغيرة وكانت مع سيلين اللي ربتها وبتقول لها هل الصيادات بيقتلوا كل الشياطين؟ ايوه، اذا كل من يحمل نقوش الشياطين لازم يموت. يا ريت تخفي النقوش اللي على ايدك يا رومي، دي بس موجودة ولسه هتكمل. بتقطعها رومي وبتقول لها ايوه عشان بابا كان شيطان، انت مش واحدة منهم يا رومي، انت صيادة زي مامتك ما كانت صيادة. لما الهرمون يوصل للمستوى الذهبي كل الشياطين هتختفي وكذلك النقوش اللي على جسمك. وكانت دايما بتلبس اي حاجة تخبي الجزء ده، وكانت بترفض اي حد من البنات يدخل معاها الحمام او تغير قدامه. كانت سيلين دايما بتمنعها انها تقول للبنات وبتقول لها ما ينفعش تقولي حاجة خالص، مفيش حاجة هتتغير الا لما النقوش دي تختفي تماما. وبتطلع رومي على سطح مبنى وبتحاول تغني، بس كل ما بتوصل عند النوتة العالية ما بتعرفش، وبتكلم نفسها وبتقول ازاي هقدر اصلح العالم واصلح نفسي وانا ما عنديش صوت؟ ليه دلوقتي انا كنت خلاص بقيت قريبه ان انا نوصل للهرمون الذهبي؟ وفجاه بتقول لماذا بصوت كله غضب، وبيطلع منها قوه غريبه بتاثر على الهرمون اللي مغطي المدينه كلها. بتتخض رومي من اللي عملته. في نفس اليوم بالليل بترجع رومي للبيت، وطبعا ميرا وزوي كانوا مستنيينها وكانوا كيوت خالص ومتفهمين وبيطبطبوا عليها وبيقدموا لها اكل سخن. بتقول لهم انا اسفه بالنسبه للعرض، ما تعتذريش يا رومي، كل حاجه هتكون كويسه. بوبي يقدر يصلح المشكله دي. ولما نجيب في سيره القط يطلع ينط، بنلاقي بوبي بيتصل وبيصرخ وبيقول لهم لا انا ما اقدرش اتولى الموضوع ده. المعجبين متضايقين جدا من اللي حصل، والقناه التلفزيونيه في حاله ذعر. انا عارف انكم بتدفعوا لي فلوس كتير عشان الحاجات دي. ميرا بتقفل في وشه لما بتلاقيه قاعد بيتخانق مع الناس اللي حواليه عشانهم. ما تقلقيش نقدر نحدد ميعاد تاني للعرض المباشر بعد ايام. للاسف برضو مش هعرف، في مشكله في صوتي. طب ليه نزلت الاغنيه في وقت في مشكله في صوتك؟ طيب عشان خلاص كنا قريبين جدا للهرمون الذهبي وده مهم قوي بالنسبه لي. طب ازاي هنتصرف في الموقف ده؟ ايه اللي هنقوله للمعجبين؟ طيب نكلم سيلين، احنا عارفين اللي هي هتقوله، ما ينفعش تظهروا عيوبكم ومخاوفكم للناس، انتم صيادات اقوياء. وبيبداوا بقى يقترحوا افكار ازاي يعالجوا صوت رومي، وبتاخدها الدكتور غريب الاطوار وبتقول لها عنده حل لكل حاجه، علاقات، خناقات، وجع، التهابات، بيعالج كله زي اللي عامل عرض 5 في 1. وبيحاول بقى يحللها نفسيا ويقول لها الموضوع مش زورك بس اللي هبص عليه، من الواضح انك مخبيه اسرار. فبيبدا زو وميرا يطلعوا عيوبها مع الدكتور.
منغلقة عاطفيا، مدمنة عمل، ما بتعرفش تتبسط خالص. اكيد دي بترفض تروح الحمام العام معاكم. ايه ده، انت عرفت ازاي؟ انت صح، بنحاول نخليها تيجي معانا دايما الحمامات العامة وبترفض، وبيحاول بقى يحلل باقي العضوات. بيقول لي زوي انت عندك رغبة في ارضاء الاخرين، ولما بيجي لميرا بتبرق له لدرجة انه بيخاف منها. ايوه كده يا ميرا اديله. طيب يا دكتور ممكن تقولي ازاي ده هيساعدني انك تحللهم؟ زي ما قلت لك ما ينفعش اعالج جزء من غير ما افهم الصوره كلها. ادينا علاج للصوت وخلصنا ارجوك. وبيديهم بوكس كبير وبيمشوا بيشوفوا قدامهم 4 شباب موزز، حرفيا شباب شكلهم طالع من مجله موضه وواقفين كانهم جايين يصوروا اعلانات، مش بيتمشوا في الشارع خالص. وزوي وميرا عينيهم بتنزل قلوب خلاص من جمالهم وجمال عضلاتهم. رومي واقفه جنبهم ومش فاهمه الدنيا فيها ايه، بص على البنات وهم هيقعوا من طولهم، لكن رومي واقفه مش حاسه باي اعجاب ناحيه الشباب دول. فجأة تشوف واحد فيهم بيعدي من جنبها، خطف قلبها وخطف قلبي وخطف قلوبنا كلنا. شكله كأنه طالع من مشهد في كدراما، شعره بيتحرك بالهوا والمزيكا الوهمية بتشتغل في دماغها، والدنيا ماشية سلو موشن والوقت بيقف حرفيا. ولما بيعدي جنبها بتتلخبط، والبوكس اللي في ايديها اللي فيه الأدوية بيقع منها، وكل حاجة بتقع على الأرض. تلاقيه واقف قدامها بيبص لها وهي قلبها بيترعش، وبتقول في سرها هو هيعمل ايه دلوقتي؟ يا رب يمد ايده ويساعدني. وفعلا يمد ايده بهدوء وهي تمد ايديها بكل امل، وتقول خلاص دي اللحظة الرومانسية اللي كنت مستنيها طول حياتي. لكن الصدمة تحصل لما يبعد ايده من قدامها وفجأة يمسح بيها على كتفه بكل برود، وبيكمل طريقه كأنه ما عملش اي حاجة، وبيقول لها خلي بالك من طريقك. ايه اللي خلي بالي من طريقي؟ انت اللي خلي بالك، انت اللي عملت الفوضى دي كلها، ده ايه البجاحه دي يا ربي؟ وبيفضلوا بقى يقولوا عليهم كلام وحش، دول اصلا مش حلوين خالص، لكن فضولهم كان اقوى وبيفضلوا يراقبوا الشباب دي رايحه على فين. وبنلاقي في نص الشارع دخان بينك، وبيطلع الشباب دول من فرقه موسيقيه وبيبداوا يغنوا كنوع من انواع الترويج، وكل الناس هتتجنن عليهم. واكتشفوا انهم شياطين، وقدروا يلاحظوا النقوش اللي ظهرت على جسمهم واختفت في ثواني، وفهموا انهم بيسعوا عشان المعجبين. وبعد ما خلصوا غنى بيقول لهم جينو هستناكم النهارده في برنامج الجميع المفضل. وبنعرف ان اسم الفرقه ساجا بويز. في نفس اليوم بالليل بناتنا بيستعدوا عشان يقتلوا الشياطين الحلوين دول. يا ترى قلبهم هيطوعهم يقتلوا حد بالجمال ده كله؟ وبنلاقيهم واقفين مستخبيين لحد ما الشباب دول يخلصوا البرنامج عشان يهجموا عليهم. لكن جينو لاحظ وجودهم واستغل ده وحب يحرجهم، واخد المايك من المذيع وبيقول احنا مش هننهي البرنامج دلوقتي، احنا لسه معانا ضيوف مميزين، ارجوكم رحبوا بفرقة هانتريكس. وسلط الضوء عليهم. احراج ما بعده احراج، احنا بس جينا هنا عشان نهني زمايلنا الجداد مش اكتر، ومفروض بقى يبداوا يلعبوا معاهم في البرنامج. وازيائهم الجلديه دي ما كانتش مناسبه نهائي مع الزحليقه اللي حطوها ليهم. بعد البرنامج الشباب دول بيطلعوا يجروا والبنات بيجروا وراهم، وبيدخلوا الحمام العام للرجال. جينو بيقول لهم واو انتوا فعلا جيتوا ورانا لحد هنا. واحد من الفرقه بيقول البنات دول حاطين عينيهم علينا. رومي بتقول لهم هو انتوا فاكرين اننا هنسمح لكم انكم تسرقوا المعجبين بتوعنا؟ احنا هنقتلكم هنا ودلوقتي. وبيكون معاهم شياطين مساعدة وبيبدأوا القتال معاهم، وبتجري رومي ورا جينو وبتبدأ القتال ضده، بس بيتقطع جزء من هدومها وجينو بيتصدم لما بيلاقي نقوش الشياطين على جسمها. صيادة نصف شيطانة. ويا عيني رومي في موقف لا تحسد عليه ومش عارفة تساعد اصحابها لانها خايفة النقوش تبان. جينو بقى بيعمل حتة حركة بيبين فيها انه جنتل، وبياخدها في حضنه وبيربط ايديها المكشوفة دي، تبدأ انها تحارب جنب اصحابها من غير ما تكون خايفة. وبيروح بقى جينو وبقية الفرقة لعالم الشياطين اللي الكل بيكون متحمس ليهم قوي. كيما بيقول له من المفاجئ ان خطتك دي نجحت، احدى الصيادات تحمل نقوشي بس انا ما عنديش سيطرة عليها. ده كويس قوي، ده معناها انها تشعر بالعار. انا هكتشف نقطة ضعفها وهنقدر نستخدمها لتدميرها هي والصيادات للأبد. وفي مشهد تاني بنلاقي بناتنا متخرشمين خالص وواقفين مصدومين وبيراقبوا درع الهونومون، وهو بدأ يضعف وبيكون في نقاط ضعف كتير ظهرت. اكيد كيما عارف اننا خلاص كنا هنقفله للابد، عشان كده بعت فرقه شبابيه شيطانيه والموضوع نجح فعلا. ما تقلقوش، اكيد اغنيتهم الجديده دي يومين والناس هينسوها. ضجه الشباب دي اسبوع بس وتروح لحالها. وبيجي لهم بوبي باخبار زي الزفت وبيقول لهم فرقه الشباب ساجا بويز انتشرت بشكل جنوني بعد البرنامج اللي انتوا ظهرتوا فيه معانا.
معاهم، ورقصتهم انتشرت جدا وبقى عندهم قاعدة جماهيرية. الأغنية بقت إدمان بالرقصة، حتى زوي أدمنتها. رومي بتقول لهم دي معركة لكسب المشاعر والعقول مع بعض، معركة لأجل المعجبين. وإيه هي أعظم ساحة المعارك دي وهم في نفس النفس؟ حفلة جوائز أيدول. بالضبط، لازم نقدم أداء مذهل في الحفلة دي عشان نقدر نتغلب على فرقة ساجا بويز للأبد. زوي، أول حاجة هنحتاج أغنية جديدة. ميرا، محتاجين رقصة تحفة للأغنية، وبكده نقدر ندفن الشياطين دي في الظلام اللي هم جم منه للأبد. والبنات كلهم متحمسين، ولما بتدخل رومي أوضتها بتلاقي طائر غريب لابس طاقية واقف في البلكونة، ولما بتروح تشوفه بتلاقي روح نمر صغير بيوصل لها رسالة، والرسالة دي من جينو بيطلب منها إنها تقابله. وبتروح رومي مستعدة إنها تقتله، ماسكة سيفها بالبيجامة الأنيقة بتاعتها، وبتشوف جينو من بعيد وبتقطع راسه على طول. لكن ده مش جينو، ده مانيكان، وبيقول لها أنا أكيد ما كنتش متوقع منك حضن، أرجوكي اهدي، أنا بس عاوزة أتكلم معاكي بخصوص نقوشك، بس الأول تحبي نتكلم عن بنطلونك الأنيق ده؟ وبيحاول يستظرف بقى، بس رومي بتتعصب اكتر وبتهاجمه. بيقول لها انا كان ممكن اقول لاصحابك بخصوص نقوشك دي، بس ما عملتش ده، وفهمت من طريقتك انهم ما يعرفوش اي حاجه بخصوص النقوش دي. فتاة شيطانيه وصياده في نفس الوقت، عايشه بحريه في عالم البشر. انا صياده مش شيطانه، ازاي حصلتي على النقوش دي؟ الموضوع ده ما يخصكش، انا عارف شعور امتلاك. شعور؟ انت شيطان، من انت والشياطين بتحس. المشاعر ملازمه للشياطين، احنا بنحس بالعار والبؤس، وكيما بيتحكم فينا بالطريقه دي. هو انت مش بتسمعي صوت كيما في ودانك؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ انت محظوظه قوي. انا مش هنسى ابدا اول مره سمعته فيها، كان ده قبل 400 سنه. وبنشوف بقى ماضي شيطان الوسيم جينو. عيلتي كانت فقيره جدا وبائسه، كل اللي كان معايا آلة بيتا قديمه، وبدات اعزف في الشوارع، بس ده ما وصلنيش لاي حاجه. انا كنت بائس وعيلتي كانت جعانه ومش لاقيين اكل، وفجاه بدات اسمع صوته. قال لي انت مش قادر تعمل حاجه عشان عيلتك، انت لا تليق بانك تكون واحد منهم، بس انا اقدر اساعدك عشان تكون لائق. بين ليله والتانيه حياتي كلها اتغيرت، بقيت بغني في كل مكان والكل عارفني، ده حتى الملك نفسه كان بيمدحني. وعشت انا وعيلتي داخل اسوار القصر، وكنا بناكل كل اللي نفسنا فيه وبنلبس احسن لبس وكنا مبسوطين. بس النقوش دي فضلت تنتشر لحد ما التهمتني بالكامل، وتم الحكم علي بالنفي الى عالم الشياطين، سجين كيما للابد. وبعدها عيلتي فقدت كل حاجه تاني، وحالهم صار اسوأ من اللي كان عليه قبل كده. ومن بعد اليوم ده بتطاردني ذكرى خذلاني ليهم، اني اتخليت عنهم وسبتهم ومشيت وخذلتهم. النقوش دي دايما بتفكرني بعاري، عار لا مفر منه ولا مهرب. وجينو بدأ يقرب منها وبيقول لها نقوشك دي برضو اكيد بتفكرك بحاجه، بعار انت وحدك بس اللي عارفاه، انت عارفه انك تقدري تقولي لي وانا اكيد هتفهم. وبيحاول بقى يعمل نفسه كيوت وبيخاف عليها، بس رومي مش واثقه فيه. وش جميل بس في الاخر شيطان يا جماعه، انا مش زيك. وبتطلع سيفها ناحيته. اللي انت فيه ده اسمه انكار، انا عموما هستناكي لحد ما تخرجي من الوهم اللي انت عايشه فيه ده. اشوفك المره الجايه، مش هتكون فيها مره جايه. انت بتقول ايه؟ ولسه بتهاجمه بيختفي. وبترجع بقى رومي للبنات اللي قاعدين بيشتغلوا على اغنيتهم الجديده وفي البرامج الموسيقيه. مره فرقه ساجا بويز يكسبوا، ومره هانتريكس يكسبوا، وبيفضلوا البنات يحاربوا الشياطين اللي عاوزه تمص ارواح المعجبين. والمنافسه بينهم شديده، بتفكرني بخناقات معجبين فرقه بي تي اس وبلاك بينك ايام والله. ونيجي بقى اليوم حفل توقيع المعجبين، بيظهر فريق ساجا بويز كانهم عاوزين يعكروا عليهم مزاجهم، وكان المعجبين هيتقسموا عليهم. تقوم رومي قايله ساجا بويز هيقعدوا معانا على نفس الترابيزه بدل ما يتخانقوا بقى على المعجبين. وبيحاول بقى جينو يضايق في رومي وبيقول لها ما كنتش اعرف انك من هواة المشاركه، ما انت ما تعرفنيش، انا بحبها عادي. طيب يا ترى شاركتي سرك بقى مع اصحابك؟ تحبي انا اقول لهم؟ لا، انا اللي هقول لهم في يوم كده كده. واحده من المعجبين واقفه قدامهم بتقول لهم هو انتوا بتوشوشوا بعض؟ ما تقلقوش، سركم في امان. مفكروهم بيتوعدوا. روبي بقى بتقول له انا مش هتكلم مع واحد بيساعد كيما، لا انا مش بساعده، انا بساعد نفسي، لانه وعدني انه هيمسح ذكرياتي. انت مثير للشفقه، انا برضو اللي مثير للشفقه. فبيقرب من ودانها وبيقول لها ده انت حتى مش قادره تتكلمي عن نقوشك. فبتقوم تضربه على رجله. انا عمري ما هتكلم عن نقوشي، انا بكرهها زي ما بكره الشياطين، وكمان بكره كيما. لو كان بوسع الكراهيه هزيمه كيما
اللي كنت انا هزمته منذ زمن بعيد. وبتديله طفله صغيره معجبه بيه رسمه مكتوب عليها جينو روحه حلوه وجميله وشكله اتاثر بيها. وبوبي بقى بدا يشوف الناس بتقول ايه على السوشيال ميديا، والفانز بيشتغلوا بقى على خيالهم وقاعدين يعملوا ريليشن شيب بين الاعضاء. واتاخد صوره لرومي لما كانت بتضرب رجل جينو وبيقولوا عليهم بيتواعدوا ومسمينهم بلقب ريجينو. وفي مشهد تاني بتكون رومي في اوضتها وبرده جينو بيبعت لها رساله مع روح النمر انه عاوز يقابلها، ومن سوء حظها بتدخل ميرا عليها وبتحاول تخبيه باي طريقه. انا سمعتك بتغني من شويه وكان صوتك حلو. ايوه الحمد لله صوتي رجالي تاني، ما كنتش اعرف ان الادويه اللي الدكتور العبيط ده اداهالي نفعت فعلا. وميرا بتمسك الورقه اللي فيها الاغنيه اللي هم اتفقوا عليها ولقت ان رومي غيرت في كلمات الاغنيه. هو انت حاسه ان الاغنيه دي فعلا مناسبه انها تهزم كيما؟ دي مليانه كراهيه. ايوه احنا بنكره الشياطين وبنكره كيما، طريقتك دي مش عاجباني. وايه بقى حكايه كلامك الكتير مع الشيطان اللي اسمه جينو يوم توقيع المعجبين؟ انا بس بحاول اتلاعب بافكاره، انا شاطره قوي في ان اعرف اقرا الناس، ومن طريقتك دي انا حاسه انك مخبيه حاجه. ميرا انا مش مخبيه اي حاجه عنك، انا اسفه اني بتصرف بجنون وبشك فيكي، تقريبا الشياطين دول اثروا عليا، انا هكون متحمسه للحظه اللي هدمرهم فيها. وبتخرج ميرا وبتسيبها. وفي مشهد تاني بنلاقي فريق ساجا بويز نادي المعجبين بتاعهم وصل ل50,000 معجب، وبداوا يتغذوا على ارواح المعجبين بتوعهم. والتقارير الاخباريه بتقول تزايدت تقارير المفقودين الى 3 اضعاف في اخر 24 ساعه. وطبعا احنا عارفين الارواح دي بتروح على فين؟ على بق كيما على طول. تاني يوم بتروح رومي تقابل جينو في المكان اللي هي قالت له عليه في رساله، وهو واقف مش فاهم هي اتاخرت عليه ليه، وظهرت له زي الشبح وخضته. هو انتي خلتيني اجي هنا عشان تخوفيني؟ ده قلبي كان هيقف، ده مش ميعاد اعتراف للحب يا جماعه، ده ميعاد فيلم رعب، امشي ورايا من سكات. انا مبسوط انك عاوزه تتكلمي معايا اخيرا، بس لو كنت اخترتي مكان تاني اجمل لموعدنا الغرامي الاول كان هيكون افضل. ايه ده اللي انت بتقوله؟ موعد غرامي ايه يا حبيبي؟ بيوريها الرساله بتاعتها اللي هي بعتها له. ده مش بيدل على حاجه، انت عجوز قوي للدرجه دي؟ ده مجرد اجتماع عمل مش اكتر. خلاص مفهوم، انا جايه اقولك ان في طريقه تانية عشان تاخد حريتك، ساعدنا اننا نفوز بجوائز حفله ايدول، لان احنا لما نفوز الهونمون هيقفل للابد، وده هيضمن حريتك وهينهي ارتباط كيما بعالم البشر للابد، وهتختفي كل الشياطين من العالم ده، وهتتحرر اخيرا من النقوش دي. لا مزيد من الاختباء ولا مزيد من الاسرار، انت تقدر انك تكون في الجانب ده لما هونمون يقفل، بعيد عن عالم الشياطين وبعيد عن كيما، وتقدر تتحرر من الأصوات دي للأبد. لماذا تعتقدي إن الهونمون هينقذ راجل زيي؟ راجل حاول يساعد عيلته، دي مجرد غلطة مش أكتر. الموضوع مش بالبساطة دي، لكني أنا غلطة في حد ذاتها منذ ولادتي، عشان كده لازم أؤمن بده، لأن لو مفيش أمل لإنقاذك مش هيكون في أمل لإنقاذي برضه. وبتقطعهم واحدة بتبيع أساور للمرتبطين وبيقول لها لا لا إحنا مش مرتبطين ولا حاجة، فهو بيقول للست هي أصلا مش من ذوقي. إيه ده؟ أنا مش من ذوقك؟ أنا مفروض أني بناسب ذوق الجميع. أنت اتجننتي ولا إيه؟ ما أنت مش بتلتزمي بالمواعيد بتاعتك، هو انت من القرن ال20 ولا حاجه؟ انا فهمت انت ليه سنجل. شوفي طريقتك، فبتصعب على الست وبتديها اسوره مجانا وبتقول لها روحي دوري على راجل احسن من العبيط ده ميؤوس منه خالص. ودي بقى كانت اجابتك؟ انا ميؤوس مني؟ يعني من الاخر بيقول لها افقدي الامل انك تنقذيني. الامر الغريب في الامل ان هو شعور لا يملكه سواك، الخيار ليك بس. وبتمد ايديها عشان تديله الاسوره بس بيبص لها ومش بياخدها، فبتقول له طيب خلاص انت الخسران. هو بتمشي فبيمسك ايديها على اخر لحظه، فبيتنحوا الاتنين بسبب انهم ماسكين ايد بعض وبيتوتروا، وبتديله الاسوره. لو كان لراي قيمه انا ما اعتقدش انك غلطه، فبتتحرج وما بتعرفش تقول له ايه، تقوم تقول له يلا باي انا ماشيه، وانا كمان باي انا ماشي، وبينتهي اللقاء بطريقه غريبه. تاني يوم بنلاقي بناتنا قاعدين بيتمرنوا قبل الحفله، ورومي بتوقفهم وبتقول لهم للاسف انا مش عاجبني كلمات الاغنيه كلها. وميرا زوي هيتجننوا ليه رومي بقى بتتصرف بغرابه، وكمان مفيش وقت انهم يغيروا كلمات الاغنيه. وفجاه بيحسوا بهجوم شيطاني من عدد كبير من الشياطين وبيروحوا ويحاربوها، وبيتخانقوا هي وميرا وهما بيحاربوا الشياطين. بعد ما خلصوا ميرا بتقول لها كل شيء على المحك، لازم نتجاوز ده مع بعض. زوي بتقول لها انت عارفه اني دايما في صفك، بس المره دي انا مش فاهماكي فعلا، واحنا مش هنقدر نكسب من غير صوتك يا رومي. طبعا رومي حاطه ثقتها كلها في جينو وانه هيعمل زي ما اتفقوا. في نفس اليوم بالليل بتروح رومي تقابل جينو تاني. صح انا كنت ناويه اسالك ليه ملبس الطائر ده القبعه، انا كنت اعملها للنمر بس الطائر ده بياخدها منه على طول. طيب بخصوص بكره انت فكرت في الموضوع؟ انا عاوز اؤمن بخطتك المجنونه بس ما اعتقدش اني اقدر اساعدك. في الواقع انت ساعدتني بالفعل، انا طول حياتي كنت بخفي السر بتاع النقوش بتاعتي، وكل ما خفيت السر ده اكتر كل ما يزداد
بيزداد وبيتضخم إلى أن بدأ يدمر الشيء الوحيد اللي منحني هدف في الحياة وهو صوتي. لكن من يوم ما قابلتك واتكلمت معاك أكتر بطريقة ما صوتي رجع تاني. وبتبدأ رومي تغني وجينو بيغني معاها وعملوا أحلى دويتو سوا. وبعد ما خلصوا فجأة جينو بيقولها أنا مش سامع صوت كيما تاني في راسي، ده واقف. أنا هحرص إن سازا بويز تخسر بكرة، أكيد إحنا هنفوز سوا بالخطة دي. لما نشوف بقى خطتهم هتنجح ولا هتحصل مفاجآت. وبعد ما بتمشي رومي بيستدعي كيما جينو لعالم الشياطين وبيقول لهم هو وشكم كرمش ليه كده؟ ما كل حاجة ماشية تبع الخطة، شوفوا كل الأرواح اللي بعتها لهنا. فبيطلبوا منه ان يلف وشه لكيما اللي شكله مش ناويله على خير. الموضوع ده مضحك جدا. انت فكرت انك خلاص اتخلصت من صوتي اللي بتسمعه وانك اتحررت مني للابد، بس لو صدقت انك فعلا تقدر تتحرر مني او تهرب من اللي انت عليه وايه اللي عملته اللي كنت قلت لها الحقيقه. وبيبدا يفكروا بماضيه المظلم. انت خنت عيلتك وتخليت عنها، ما تنساش اتفاقنا يا جينو. انا عندي القدره اني اخلي الاصوات دي صوتها يكون اعلى من كده او اني اقدر اخليها تختفي. يعني اللي فهمناه من كلامهم ان جينو دخل القصر وتخلى عن عيلته، ومش زي ما قال رومي ان عيلته بقت كويسه لما تعين في القصر، وان النقوش دي لما ظهرت عيلته فقدت كل حاجه. هو اللي سابهم من البدايه واختار نفسه وبس. تاني يوم بنلاقي رومي قاعده مع البنات وبتقول لهم انا عارفه ان الفتره اللي فاتت كانت صعبه وانا ما كنتش في افضل حالاتي، بس اللي عارفاه ان احنا نقدر نفوز بكره. كل اللي علينا اننا نغني بس الاغنيه المناسبه، والاغنيه الجديده بتاعتنا مش كويسه. مش مشكله يا رومي، احنا موافقين على اللي انت عاوزاه. دي الاغنيه اللي مش هتقدر تجمع قلوب معجبينا، دي مش قادره حتى تجمعنا احنا. وكل واحده فيهم بدات تعترف بعيوبها ومشاكلها ومخاوفها، بالرغم من ان سيلين قالت لهم محدش فيكم يظهر اي مخاوف للتاني او للناس خالص. ورومي بتقول لهم المخاوف دي مجرد همسات من الشياطين، عشان كده لازم نكمل طريقنا وبكره نقدر نكسب في الحرب دي. ولما الهرمون يقفل وتختفي الشياطين الابد هنقدر نتحرر من مخاوفنا وهقدر اروح معاكم اخيرا للحمام العام. والبنات بيتبسطوا قوي، كان حلم من احلامهم ان رومي تروح معاهم الحمام العام. وبيقرروا انهم يغنوا اغنيه جولدن بدل الاغنيه الجديده اللي اسمها ضربه قاضيه. تاني يوم بتبدا بقى حفله جوائز ايدول، وبيلتقي فريق ساجا بويز مع فرقه هانتريكس ورا الكواليس. وطبعا رومي عندها امل ان جينو هيمشي على اتفاقهم، وبتطلع بقى البنات على المسرح وبيغنوا. وبتنزل زوي وميرا لورا الكواليس عشان مقطع الكرسي بتاع رومي ليها لوحدها، ومفروض 20 ثانيه بس ويظهروا تاني معاها على المسرح. لكن بيشوفوا ان في حد خطف بوبي وبيطلعوا يجروا وراه. لكن المفاجأة ان بوبي موجودة عادي. الاكيد ان الشياطين دي اتنكرت على هيئة بوبي وشكلهم بينفذوا خطة جديدة خبيثة. والمفاجأة ان اغنية ضربة قاضية اللي اتفقوا انهم مش هيغنوها اشتغلت، ورومي مصدومة. وميرا وزوي ظهروا وبيتصرفوا بغرابة على المسرح، وطلعوا انهم مش هما لانهم لسه ورا الكواليس. وبيشيلوا الجاكيت بتاع روبي من عليها وبتظهر النقوش بتاعتها على المسرح. وطبعا هي مفكرها اصحابها ويقولوا لها انت شيطانة، احنا عرفناكي على حقيقتك، انت كنتي غلطة من البداية. وبتصرخ رومي بأعلى صوتها. وزوي وميرا الحقيقيين كانوا مصدومين. وبتدخل رومي ورا الكواليس بتشوفهم بتقول لهم ايه ده، انتوا هنا ازاي؟ مش كنتوا لسه على المسرح معايا؟ وزو وميرا خايفين منها. انت ازاي عندك النقوش دي؟ المفروض النقوش دي تختفي، ما كانتش مفروض انكم تشوفوها. هو انت كنت مخبيه علينا طول الوقت ده؟ لا، انا كان عندي خطه لازالتها واتفقت مع جينو. هو انت بتشتغلي مع جينو من ورانا؟ لا انا كنت بستغله بس عشان اصلح الوضع. وهم مش مصدقين اي حاجه من اللي بتقولها، وبتقول لهم ارجوكوا صدقوني. وطاقتها اثرت على الهونومون، وبتطلع ميرا وزوي سلاحهم ضدها. رومي بتعيط وبتطلع تجري وبتدور على جينو، وبتلاقيه واقف مع البنتين الشياطين اللي كانوا متنكرين على هيئه زوي وميرا. ازاي انت قدرت تعمل فيا ده؟ الامر كله كان كذبه، كان حقيقي، اللي بينا كان حقيقي. كل اللي قلته ليكي ده كان بس عشان تثقي فيا مش اكتر. انا عارفه قصتك، انت كنت شخص صالح واكيد انت لسه كده، انت بس ارتكبت خطأ مش اكتر. بيصرخ في وشها وبيقول لها انا سبتهم ورايا، دي الحقيقه، انا كدبت عليكي. انا عملت عقدي مع كيما عشان اخلص نفسي من الحياه البائسه، وسبت اختي ومامتي لوحدهم، وكنت عايش في نعيم القصر. انا اتخليت عنهم وبيعيط. بس اكيد دي مش حقيقتك الكامله، ده مجرد صوت الشيطان جواك. لازم تقاوم يا جينو، الامر مش بالسهوله دي. شوفي نفسك، انت شيطانه برضو زيي تماما. كل اللي علينا اننا نعيش مع المنا وبؤسنا، ده اللي احنا نستحقه. وبيختفي، وبيبدا درع الهرمون يضعف، وبيظهر نقاط ضعف كبيره في كل مكان. واللي بيظهر ان فرقه سيزا بويز هي اللي كسبت، وفرقه هانتريكس نزلت في الريت بتاعها جامد. وبيبدا الناس تسمع صوت كيما اللي بيتكلم معاهم في المهم وبؤسهم. كمان بوبي وميرا وزوي بيسمعوا صوت كيما. وفي مشهد تاني بتروح رومي لسيلين بتقول لها انا فكرت اني اقدر اصلح كل حاجه واصلح
اصلح نفسي، بس الوقت خلص مني. ميرا وزوي شافوا نقوشي. انت كنت عارفه اني مجرد غلطه من البدايه، اعملي اللي المفروض كنت تعمليه من زمان. وبتديها السيف. سيلين بترمي السيف من ايد رومي وتقول لها ما اقدرش. لما فقدنا مامتك اقسمت اني احمي اي حاجه متبقيه منها، ما كنتش اعرف ان هيكون في طفله زيك. كل جزء جواي كان بيقول انك غلطه، بس انا وعدتها وقدرت ابذل كل جهدي عشان اتقبلك واساعدك. تتقبليني؟ انت قلتي لي اخفي حقيقتي واستخبى. ايوه انا قلت لك كده لحد ما نصلح كل حاجه، ولسه بايدينا اننا نصلح كل حاجه. وبتغطيها وبتقول لها ممكن نقدر نخبي النقوش دي ونرجع نشتغل تاني عادي. وهقول لميرا وزوي ان الموضوع كان كدبه، مجرد خداع من كيما عشان يفرقنا. لا لا، انا زهقت من اني استخبى وزهقت من الكذب. انت ليه مش فاهمه ان دي حقيقتي؟ بصي عليا، ليه مش قادره تبصي عليا؟ ليه مش بتحبيني؟ انا بحبك. هل بتحبيني زي ما انا؟ لازم تحبي عيوبك ومخاوفك، دي الطريقه الوحيده عشان نحمي بيها الهونمون. لو كان ده الهونمون اللي المفروض احميه، انا بيسعدني ان اشوفه بيتدمر. وبتختفي رومي. وبنشوف بقى ان ساجا بويز عاملين حفله كبيره عند برج نامسان، وكل الناس هناك حتى ميرا وزوي. ما كيما بقى عرف يوصل لعقولهم، والنار اللي وراهم دي مش خلفيه، ده كيما. وبتظهر في نص الحفله رومي وبتقول اصواتنا قويه، بنقدر نذبح الشياطين باصواتنا واغانينا، بنصلح العالم ونخليه صالح حين يتبدد الظلام امام النور. كيما بيقول لها هو انت جيتي لهنا بالشكل ده؟ هو انت مفكره انك تقدري تصلحي العالم ده؟ انت حتى مش عارفه تصلحي نفسك، ودلوقتي كله شايفك على حقيقتك. ده صح، والهرمون دلوقتي بقى ضعيف جدا، ده صح، لكن نقدر نصنع واحد جديد. وبتبدا رومي تغني وبيستجيب ليها ميرا وزوي وبيغنوا معاها، وبيبداوا يحاربوا الشياطين على المسرح. وبيقول لهم كيما اصواتكم مش هتقدر تهزمني، وبيبدا يهاجمهم كيما بنفسه. ورومي مش عارفه تتصدى لكيما من قوته الكبيره، لكن بيظهر جينو وبيدافع عنها وبيساعدها. ورومي بتعيط وبتقول له جينو لا ارجوك، انا اسف على كل حاجه، لا ارجوك، انا كنت عاوزه احررك، انت عملتي كده فعلا، رجعت ليا روحي ودلوقتي هديها ليكي. وجينو حبيبنا الجميل بيختفي. سيا مفروض تقعد تعيط دلوقتي، حبيبها الوسيم الشيطاني اختفى. وبروح جينو وارواح المعجبين كلها بتساند رومي، وبتبدا تهاجم كيما بقوه. وبتبدا الثلاث بنات يغنوا وقدروا يرجعوا الهرمون تاني ودمروا كيما. وطبعا يا جماعه زوي وميرا اتحقق لهم امنيتهم ان رومي تروح معاهم للحمام العام اخيرا. وبكده انتهى الفيلم. حبيت بس اقول لكم اللي كان بيغني الاغاني دي ثلاث بنات من عضوات فرقه توايس. كانت معاكم شيلا، شكرا انكم كملتوا معايا الفيديو. لو بتحبوا ملخصات الافلام والمسلسلات الاسيويه الرومانسيه، زوروا قناتنا التانية ملخصات سيا، هتلاقوا الرابط في الديسكريبشن. اشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.